فإذا قبضه لم يفلته بعد ذلك أبدا. فمصير هذا المجرم هو مصير القذافي بإذن الله. إن نهاية هذا الظالم بإذن الله الذي عالم بأفعاله الأمة بأسرها سوف تكون نهايته بإذن الله مؤلمة له ولأسرته ولزبانيته ولحاشيته ولأتباعه ولمن يناصره من الحثالة من المجرمين من أذناب الصفويين الذين لم يستحوا لا من الله ولا من الخلق، فأخذوا مع هذه المجازر ومع هذه الانتهاكات التي تحركت لها حتى قلوب غير المسلمين، إلا أن قلوبهم لم تتحرك. وأقول لأهل الشام